كاملة. ومع استمرار الحراك يستمر الإرهاب الرسمي من جهة أخرى بشتى الوسائل والطرق التي تهدف لإسكات صوتنا ولإخماد ثورتنا ولإركاعنا، ولكن هيهات له ذلك، فما ذقنا ولن نذوق طعم الذل والركوع، وما خشينا ولن نخشى الموت والخضوع، فنحن ولدنا أحرار وسنبقى أحرار وسنموت أحرار. نعم، ففي الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل واستمرارا لسياسة القمع والترهيب، داهمت الميليشيات المدنية المكونة قرابة 30 عنصرا مسلحا من قرية في أسكان عالي، حيث يشارك الأهالي في مسيرة سلمية مطالبة بالحقوق وبالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، مما أدى إلى اعتقال 12 من أبناء القرية بمختلف الأعمار. والسؤال للسلطة هنا: لماذا يتم الاعتداء على مسيرة سلمية تطالب بالحقوق المشروعة؟ ومن هم المشاركين في تلك المسيرة؟ آباء معتقلين، ومنهم علي يوسف جابر والشيخ محمد خليل النيسر، وأمهات وشباب وشابات وأطفال. وماذا كانت بأيديهم غير أعلام الوطن وشعارات تحمل بعض المطالب؟ هل تخشى السلطة من صرخة طفل هادفة لبناء مستقبل؟ هل تخشى السلطة من صرخة أم تطالب بفكاك قيد ابنها؟ هل تخشى السلطة من عالم دين ينادي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو لماذا هذا الاعتداء الجبان؟ لإرهابنا أم لإسكاتنا أو لإركاعنا؟ أو ما علمت من أي مدرسة نحن؟ أو هل سمعتم ذات يوم عن آبائنا وأجدادنا بأنهم ركعوا وخضعوا ورفعوا راية الذل عن وجه الظلم والاستبداد؟ لا والله، كلما ضيقتم الفناق بنا طالت أنفاسنا. إن الاعتداء على المسيرات السلمية أمر مرفوض باتا وغير مشروع دينيا ولا أخلاقيا ولا حقوقيا، والحرية لجميع المعتقلين والأسرى. لدينا أسرى وجرحى، لدينا